بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله، اسمع الآيات من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسك على العمل. أنت مخاطب بذلك، ليس الخطاب فقط لمن ظهر عليه الصلاح، كل مسلم مخاطب بالأدلة من الكتاب والسنة. احفظ لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسمع في خطبة الجمعة، كل جمعة يتردد على سمعك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فانظر ماذا تقول، هل هو قول سديد أو قول تبعاته عليك يوم القيامة؟ ربما صار الإنسان مفلسا تذهب حسناته من صلاة وصيام وصدقة وزكاة بسبب لسانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإذا ذكرت أخاك المسلم في غيبته بما يكره، هذه هي العقوبة، إلا أن تكون ناصحا أو محذرا من بدعة وشر وفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه رجل قال: بئس أخو العشيرة. فالقدح والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب لا يستهان بها عباد الله.